وصفتين عملتهم بمكون واحد كلنا بنرميه او بنبقى محتارين نعمل بيه ايه. عملت منه قبل كده القرص الطري وكانت ناجحة بنسبة 100%. والنهاردة قلت اغير للمتابعين واعلمهم ازاي لو عندهم حليب شاكل يعملوا بيه اجمل وصفتين. بس قبل ما ندخل على الطريقة والتفاصيل عايزين اعجاب للفيديو ومشاركة لكل حبايبنا ودعم للقناة من على اليوتيوب ودعوة حلوة من القلب ان ربنا يشفيني ويعافيني واقدر استمر واقدم لكم كل جديد يا اجمل متابعين، لاني مش هنجح ولا هستمر غير بدعمكم ليا من على اليوتيوب. الرواني كما يجب ان تكون والكيكة اليومية بطريقة ناجحة بنسبة 100%. اول حاجة نسمي الله ونصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. لو عندك حليب شاكل اوعي ترميه، هخليكي تعملي اجمل وصفتين بيه. كان عندي كيلو حليب جيت ارفعه على النار لقيته قطح كده وعمل معايا زي الجبن، جبن كده وبقى فيه قطع كده من الجبن. طبعا ما اقدرش ارميه لان عارفه فايدته حلوه قد ايه في المعجنات. عملت منه قبل كده القرص الطري والنهارده قلت اغير للمتابعين واعلمهم ازاي يعملوا منه اجمل كيكه يوميا. وده شكل اللبن او الحليب الشاك، بيبقى فيه قطع كده من الجبن، واللبن اللي بيبقى فيه بيتحول كده لشرش زي اللي بنحط فيه الجبنه الفلاح. قبل بقى ما اعمل بيه الوصفة هعايره كده وهشوف هيجي معايا قد ايه. هعايره بالكوباية بنفس الكوباية اللي هعمل بيه باقي المكونات. اول كيس معايا جه حوالي كده كوبايتين. ما اقدرش استخدمه في الوصفة كده على طول زي ما بستخدم الحليب، لازم اضربه كده في الخلاط علشان القوام ينعم كده ويكون كريم وقطع الجبنة تدوب كده في قلب الشرش. وقلت بقى بالمرة وانا بضربه في الخلاط اضيف معاه كمية السكر اللي هستخدمها. ضفت كوباية ونص من السكر، بس الكاميرا ما صورتش الكوباية الأول. والطريقة اللي أنا بستخدمها بقى للبيض دي هي الطريقة الأأمن بالنسبة لي. بنزل ببيضة بيضة وأضيفها في الطبق اللي هعجن فيه، وبالطريقة دي بقى بتلاشى أي بيض فاسد معاي وانزل بيه واحدة واحدة واتأكد إن هو سليق. نزلت بأربع بيضات ضفت لهم كيسين من الفانيليا وعصير نص ليمون. وفايدة الليمون معايا بيفتح لون الكيك وفي نفس الوقت بيخلي مسام الكيك ناعم وبدون ريحة أي زفار زيه زي الخل وأفضل كمان. ضفت كمان كوباية إلا ربع من الزيت، بس لازم نوعية الزيت تكون حلوة كده ما يكونش ليها رياح. يبقى أنا عايرت الحليب الشاكل كوبايتين وضفت لهم كوباية ونص من السكر، وفي الطبق ضفت أربع بيضات وكيسين من الفانيليا وعصير نص ليمونة وكوباية إلا ربع من الزيت، وبالمضرب الكهربائي أو بإيدك وهتضربي المكونات كلها مع بعضها. بعد ما تتأكدي بقى إن البيض امتزج كده مع المكونات كويس ننزل بقى بخليط الحليب الشاي بعد ما ضربته في الخلاط وبالمضرب وأقلبهم كده حوالي دقيقتين أو تلات. بعد كده بقى نحضر مع بعض في المواد الجافة. دقيق مخصص للكيك أو دقيق متعدد الاستخدامات كله ينفع، بمنخل أو بمصفى كده تكون عيونها ضيق، وهنزل بحوالي كوبايتين من الدقيق. هنخلهم كده كويس وأضيف لهم كيس من البيكنج باودر. في أي نوع من المعجنات لازم ما ننزلش بكمية الدقيق كلها، ننزل بيها واحدة واحدة ونشوف العجينة هتحتاج معايا كمان ولا ايه. نزلت كده بأول كوبايتين وهقلب واشوف قوام العجين، لأن زي ما انتوا عارفين كل نوع دقيق بيختلف حسب تشربه لكمية السوائل. واحنا بنقلب ناخد بالنا ونجيب الجوانب كده اللي بيبقى فيها دقيق، نقلب وناخد الجوانب معاه. طريقتها سهلة ونتيجتها ناجحة، وإن شاء الله لو عندك أي حليب شاكل عمرك ما هتزعلي عليه. هتحفظيه في التلاجة وقت ما تحبي تعملي هتطلعيه. لقيت العجينة طرية معايا شوية هضيف كده حوالي نص كوباية، بس برضو ننزل بيها بالتدريج وتخلي عينيكي ميزان وتشوف العجينة هتحتاج معاكي كمان قد ايه. ضفت لها كمان معلقتين كبار من الدقيق، يبقى ضفت في الأول كوبايتين ونص بعدين ضفت معلقتين كبار. زي ما انتم متابعين معايا يا حبايبي من أول الفيديو عايرنا مع بعض كوبايتين الحليب الشاكل علشان نعرف مع بعض هناخد قد ايه من المواد الجاف، علشان وقت ما تيجي تنفذي تبقى عارفة هتستخدمي قد ايه مواد سايلة ومواد جاف وتطلع معاكي النتيجة مظبوط. في الوقت ده بقى كنت مولعة الفرن يسخن على درجة حرارة 180، والصينية اللي انا استخدمتها دي الصينية الأكبر في الثلاث صوان. اديتها مسحة خفيفة خالص من الزيت ونزلت كده بيها بخليط الكيك، ما افتحش عليها الفرن طول فترة التسوية. بعد مرور 25 دقيقة افتح الفرن بشويش خالص وابص عليها، لو لقيتها استوت ومحتاجة وشها ياخد لون هفتح لها الشواية وناخد بل. طالعة دايبة وهشة زي القطن ومسامها ناعم. جربيها بقى بالطريقة دي وتدعيلي جنب الحليب او الشاي الصبح بألف هنا. في الفيديو ده بقى قدمت لكم وصفتين من الحليب الشاكل كنت اسماها على كيسين، بس بصراحة ما اكدبش عليكم بين الوصفة والتانية قعدت حوالي 15 يوم.
على ما طلعت الكيس التاني وعملت لكم منه صينية الروان، والوصفتين كانوا من كيلو حليب. يلا بقى نشوف عملنا الروان ازاي بباقي كمية الحليب اللي معاه. وعن نتيجتها بقى والله العظيم كانت طالعة في منتهى الجمال والروعة، هشة ودايبة وبتدوب في البق دوباء. هتقولي في حياتي ما عملت كيكة روان وطلعت بالجمال ده. في الأول هنحضر السيرب أو الشربة علشان عايزينه يكون بارد. في طاسة على النار هضيف كوباية ونص من السكر، هضيف لهم كوباية ونص من المية، ومش هقلبه ولا حاجة جنبه خالص. وأول ما يبدأ يغلي هضيف له عصير نص ليمونة وكيس فانيلي، وهدي عليه النار وهسيبه يغلي كده من 9 ل10 دقايق على النار. وقوام السيرب ما بيكونش خفيف كده زي المية، وفي نفس الوقت ما بيكونش قوامه تقيل زي الحلويات الشرقية، بيكون كده وسط. بعد كده بفضيه واركنه على جنب واسيبه كده لما يهدى ويبرد بقى، ونحضر مع بعض مقادير الرواني بتاعتنا. معايا هنا باقي كمية الحليب الشاكل، هنعايرهم كده مع بعض بقى ونشوفهم هيجوا قد ايه. نفس الكوباية اللي هتعايري بيها الحليب الشاكل هي اللي هتعايري بيها باقي المكونات، بالمج كده او الكوباية العادية بتاعت الشاي، وهنعايرهم بيها. وكل الكمية اللي استخدمناها للوصفتين من كيلو حليب، عايرتهم كده بالكوباية، جايه كوبايتين ونص من الحليب الشاكل، هضيف لهم نص كوباية من السكر. وهنا بقى انا مقللة في كمية السكر، وكان المفروض ان اضيف كوباية من السكر، بس انا حبيت ازود في كمية السيرب او الشربة. بس نص الكوباية اللي انا زودتها للسيرب استبدلتها بنص بس لما جيت احضر الكيك بتاع الروان. وكل ده بقى علشان اسقيها بكمية سيرب اكتر كده وتتشرب وتبقى هشة وطرية في نفس الوقت. في طبق عميق وهضيف 3 بيضات، انزل بيهم بيضة بيضة علشان اضمن سلامة البيض معاي ان ما يكونش فيها اي بيض فاسد. هضيف كيس من الفانيلي وعصير نص ليمون، وزي ما قلت لكم في اول الفيديو انه زيه زي الخل وافضل كمان. بنفس الكوباية اللي عايرت بيها كل المكونات هعاير كوباية الا ربع من الزيت، ولازم نوع الزيت يكون حلو كده ما يكونش ليه ريح. وبالمضرب العادي بقى او المضرب الكهربائي او بايدك، وهنخلط المكونات كلها مع بعضها. لو وصلتوا بقى معايا لحد هنا يا ريت ما ننساش الصلاة على الحبيب ودعوة حلوة من القلب ان ربنا يشفيني ويعافيني واقدر استمر واقدم لكم كل جديد يا اجمل متابعين، لاني مش هنجح ولا هستمر غير بدعمكم ليا من على اليوتيوب. ورغم ظروفي الصحية بحاول اقدم لكم كل جديد، وبحاول على قد ما اقدر اخلي الكل يستفيد. بعد ما اتأكدت ان البيض امتزج كويس مع باقي المكونات، ضفت له بقى خليط الحليب الشاكل اللي هو كوبايتين ونص من الحليب الشاكل، ومعاهم نص كوباية من السكر. ضربتهم في الخلاط ونزلت بيهم على خليط البيض. في الوقت ده بقى كنت محضرة ربع كيلو من سميد البسبوسة، بتجيبيه جاهز كده من عند العطار. عيرته بالكوباية علشان لو عندك كمية كده على بعضها تعرفي بقى الربع كيلو هيجي معاكي قد ايه. عيرت كوباية وباقي الكمية جاية نص كوباية، وعليهم كده معلقة كبيرة. وهنزل بكمية السميد كده كلها هي في الأول. بعد كده بقى نشوف العجينة هتحتاج معايا قد ايه من الدقيق. ضفت لهم باكت من البيكنج باودر، وبالمضرب بقى أو بإيدك وهتقلبيهم كلهم كده مع بعض لما السميد يمتزج كده مع المواد السائل. أخلطهم كده حوالي دقيقة ونحضر بقى مع بعض الدقيق. وزي ما حضرنا الوصفة الأولى هنحضر مع بعض الوصفة التانية ونشوف هنحتاج معانا قد ايه من المواد الجاف. نزلت بأول كوباية ونخلتها كده كويس، ونقلب ونشوف العجينة هتحتاج معايا كمان قد ايه. لقيتها لسه طرية، نخلت لها كمان نص كوباية من الدقيق. يبقى كده كل المكونات الجافة اللي احتاجناها ربع كيلو من سميد البسبوسة وكوباية ونص من الدقيق. وبكده بكون سهلت عليكي هتضيفي قد ايه من المواد السائلة وقد ايه من المواد الجافة. وبالمضرب بقى واقلب الدقيق كده مع المكونات كويس، واحاول نجيب كده اللي على الجوانب بالمضرب. في الوقت ده بقى ولعت الفرن يسخن على درجة حرارة 180، وحضرت الصينية الأكبر في ال3 صواني، نفس الصينية اللي حضرت فيها الكيك من قبل كده، بالفرشة. ودهنت الصينية بمعلقتين كبار من الزيت، ونزلت بقى بخليط الروان. بس قبل ما انزل بيه بالمضرب كده بقى وقلبته كده كويس الأول، بعدين صبته في الصينية. وهدخلها الفرن على الرف التاني من تحت، وأول ما تبدأ الجوانب تاخد لون نفتح الشواية وناخد بالنا علشان لونها ما يغمقش. أخدت وقت قد إيه في الفرن؟ من 30 ل 35 دقيقة. وطبعا التسوية بتختلف حسب نوع الصينية اللي هتسوي فيها الكيك، يعني لو هي حجمها رقيق في قلب الصينية ما بتاخدش وقت كتير، ولو عاملة الكيك حجمه مرتفع كده وعالي لفوق فدي بتطول شوية.
بعد ما اتاكد كده انها بردت بالشوكه كده بقى، واعمل لها سكوب علشان لما اجي اسقيها كده بالسيرب تتشرب معايا كده من كل ناحيه، وتشرب معايا في السيرب كده كويس. السيرب بارد معايا والكيكه دافيه بالتساوي كده بقى، وانزل عليها كده بالسيرب واسقيها كده كويس، واركز على الجوانب كويس كده، وفي النص اوزع عليها كميه السيرب كده كلها بايديا كده بقى، واميل الصينيه يمين وشمال علشان اتاكد ان السيرب بتوزع كده كويس. وللتزيين بقى طبعا الرواني مش مشهورة غير بجوز الهند، هديلها رشة كده من جوز الهند الناعم. تسيبيها كده حوالي 5 دقايق لما تتشرب كده من السيرب، وبالسكينة كده بقى وتقطعيها كده التقطيعة اللي تناسبك. وسمكها كده كان مظبوط جدا. في الوقت ده بقى ما اقولكوش انا كنت في قمة سعادتي، لان انتهيت من تصوير الوصفتين وكمان المونتاج، وده طبعا علشان ظروف الصحية وصعوبة جدا في الوقفة والتصوير. شكلها اللهم بارك خطير، دايبة كده ومربلة زي البسبوس. من كيلو حليب شاكل كنت بتفكر انك ترميه او مش عارفة ومحتارة هتعملي بيه ايه، عملنا بيه اجمل وصفتين. عملنا كيكة الرواني والكيكة اليومية، واللي تناسبك فيهم تحضريها. يا رب اكون قدمته لكم بطريقة تليق بيكم وتعجبكم. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوناش بلايك وشير واشتراك في القناة من على اليوتيوب. ولو اول مرة تشوفوني، ده مطبخ ياسمين جنيد. سلام يا اجمل متابعين.